باتشي 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 ادخلي باتشي 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 ونكتب باي باي باتشي رايحين نقول بطيخ. يلا هات رايحين باتشي يا جماعه حطوا لايك. يلا قول لهم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك. حطوا لايك. حطوا بطيخ لرنا. رنا مش باينه. يلا حطي لايك. يلا حطوا بطيخ حطوا لايك. رايحين لا حطوا بطيخ مش قول لهم رايحين نطمن على البيبي. رايحين نطمن على البيبي ونجيب مشتريات كتير. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما شفتوا معانا كده في المقدمه احنا رايحين نطمن على البيبي، والحمد لله اطمنا عليه. دكتوره انجي دي من احسن الدكاتره بصراحه اللي انا قابلتها في حياتي بصراحه. هي دلوقتي حاليا موجوده في مستشفى تبارك، اسمها دكتوره انجي. بتبقى يوم السبت ويوم الاحد تقريبا يعني. هي بصراحه يعني دكتوره كويسه جدا، مش قادره اشكر فيها اكتر من كده. انتوا لو حد عايز مثلا يروح لها اكيد انتوا هتشوفوا ده بنفسكم وبراحتكم، يعني لو انتوا مرتاحين مع الدكاتره بتاعتكم. اكيد كل واحد بيرتاح لدكتور يعني، بس انا قلت اقول لكم على دكتوره انجي. بصراحه هي من الدكاتره الشاطره جدا الممتازه اللي انا اصلا مرتاحه معاها. هي دلوقتي بتعمل لي السونار وبتطمن على البيبي. الحمد لله البيبي كويس والدنيا تمام، بس انا تعبانه شويه يعني، عندي شويه انيميا وكده، والحمد لله يعني على كل حال. ان شاء الله كل حاجه تتظبط وكل حاجه تبقى تمام. وعلى فكره يا بنات الكشف بتاعها مش غالي خالص. الكشف بتاعها كشف عادي يعني، كل الناس تقدر تدفعه يعني، مش الارقام الخزعبليه اللي احنا بنسمعها، لا خالص. بصراحه الكشف بتاعها يعتبر اقتصادي. وهي موعدها من الساعة 8 للساعة 11 يعني. هي لو رحت لها الساعة 11 هتلاقيها، رحت لها الساعة 8 هتلاقيها تقريبا. وهناك بتعمل عمليات ولادة وكده، معروفة مستشفى تبارك للأطفال والولادة، مستشفى ممتازة جدا. وهنا بقى خلصنا عند الدكتورة ورحنا كرداسة. شفنا المحل ده فيه حاجات حلوة جدا جدا. شيماء قاست كذا حاجة يعني، بس جبنا حاجات هنوريها لكم في الاخر باذن الله، عشان لو عجبتكم نقول لكم جايبينها منين وبكام. المحل ده فيه تشكيله حلوه جدا. شيماء عجبتها العبايه دي، بس انا ما عجبتنيش خالص بصراحه، وكمان بعد ما لبستها برضو ما عجبتنيش، مش عارفه ليه يعني. هي ممكن تكون حلوه بس انا ما عجبتنيش. وفي الكارديجان ده بكل الوانه، وفي تشكيلة عبايات كده زي ما انتم شايفين. في تشكيلة عبايات حلوة جدا، في كذا حاجة عجبتني. ماشي حبيبي. وانا اشتريت حاجات. ماشي حبيبي اصبر. وانا اشتريت حاجات هبقى اوريها لكم ان شاء الله. ماشي يا حبيبي ثانية واحدة. اهي العباية دي اللي انا بقول لكم شكلها مش حلو، بس الكارديجان ده عملي جدا يعني، لابسه بنطلون وتيشيرت هتلبسيه وتنزلي على طول. بصراحه عجبني لان شكله شيك وفي نفس الوقت عملي، وكمان سعره مش غالي. احنا كنا في كرداسه زي ما قلت لكم، والاسعار هناك حلوه جدا جدا بالنسبه للمحلات، والاقمشه حلوه جدا، والخامات والماتيريال رهيب بصراحه. الخامات هي الماتيريال يا رحيم صح؟ ماشي. زي ما قلت لكم كده في كل الوانه. طب اصبر يا حبيبي. ده اللون التاني منه، وفي الوان كتير جدا جدا، مش بس اللونين دول بس. هي شيماء بتزهق بسرعه، ما قاستش كتير يعني، قاست دول بس. فقلت اديكم فكره عن الحاجات والاشكال والاسعار هناك. الاسعار زي ما قلت لكم حلوه، لاني مش يعني ما سالتش على كل الاسعار، بس هي في رينج ال 150 حاجات كده. دي بقى العبايه اللي عجبت شيماء يعني الى حد ما. وانا جبت واحده برضو هوريها لكم. استنوا بقى لما اوريها لكم اقيسها واوريها لكم.